ايه الاخبار يا ريس؟ الحمد لله يا ريس، انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عرفنا بنفسك. انا اسامه الشيف اسامه حسن. بقالي 4 سنين في المانيا، هنا من مصر، كنت عايش في الغردقه. اخبار المانيا معاك بشكل عام ايه؟ والله مش عايز اقول لك، الظروف ما تريحش هنا. ما تريحش. انا شفت لك فيديو قبل كده، انت كنت بتتكلم ان الحياه في مصر بشكل عام احسن من المانيا بكتير، وان المانيا مش دوله بتعشي فيها ودوله روتينيه ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. فانت الكلام ده فعلا بجد ولا ده كان كلام كاميرات؟ لا والله العظيم الكلام ده بجد حقيقي. انا حياتي اتغيرت 100% بعد من ساعه ما جيت البلد دي. يعني انت شايف ان الحياه في مصر ايزي بشكل عام افضل من الحياه في المانيا؟ الحياه في مصر ايزي خالص. انت ممكن في مصر، انا بقول لك اي شاب في مصر بيسعى ان هو يتجوز ويجيب له شقه. انت هنا مش هتقدر تشتري شقه، عشان نبقى واقعيين. هتفضل عايش طول حياتك في مصر سهل تشتري شقه؟ اكيد طبعا. اكيد اي واحد حتى لو مش لقاش شقه هيلاقي بيت ابوه هيسكن فيه ملك، مش هيدفع ايجار. يعني انا بقول لك بالميت، فاهمني؟ طب خليني اقول لك حاجه، يعني ايه هي من وجهه نظرك إيه؟ مساوئ الحياه في المانيا مساوئ الحياه مقارنتها باللي هي يعني ايه الاحسن بقى في مصر مقارنه بالمانيا؟ ماشي. هي بص، هي مصر والمانيا بالنسبه لي هي بلد واحده. انت لو اشتغلت في مصر زي ما هتشتغل في المانيا هتنجح، لان مفيش حد طالع من مصر فاشل ونجح في المانيا، دي استحاله. فاهمني؟ بالذات في المانيا، انا بكلمك في المانيا عشان المانيا اصعب دوله اوروبيه، فاهمني؟ والروتين بتاعها والسيستم بتاعها دوت لو اتطبق في مصر صدقني احنا هنبقى من انظف بلاد العالم. طب ما هو موجود هنا بالفعل، لا، وبالرغم من كده انت بتقول ان مصر احسن من المانيا. لا بقى، ما هو انت في مصر بقى في حاجات يعني انت لا تقدر بثمن. هي وسط انت اهلك وناسك واصحابك وجيرانك، دي طبعا دي مش هتتقدر بثمن. ثانيا انت في مصر انا كنت بشايف الحياه ايزي بالنسبه لي، كنت بعمل اكتر ما بعمل هنا بكتير كفلوس يعني؟ يعني انا كنت في مصر، كنت انا هنا باخد مثلا اقول المندسلون بتاعهم اللي هو الحد الادنى، اقول مثلا 1600 1700. انا كنت بعمل 1600 1600 في الاسبوع. يعني انت بتتكلم هنا 1600 يورو في الشهر، في مصر كنت بعمل 1600 يورو في الاسبوع؟ كنت ممكن في اليوم. كنت شغال ايه بقى، مخدرات ولا كان ايه؟ لا كان سيلز، كنت شغال سيلز. 1600 يورو في الاسبوع. كنت بقى ببيع رحلات بحريه. اكيد طبعا اللي هيتفرج على الفيديو ده عارفني من الغردقه هيبقى عارف انا كنت ببيع رحلات بحريه، وكنت ببيع برضه شقق، وكنت ببيع بلال، كنت ببيع اراضي، كنت سيلز، كنت ببيع حاجه دي قدام. اي حاجه كانت بتيجي قدامي لزباين اجنبيه كنت ببيعها لهم. طب انت قول لي يعني من وجهه نظرك الشخصيه، بما انك قاعد في المانيا بقالك فتره، أي. ايه هي مساوئ الحياه في المانيا بشكل عام؟ مساوئ الحياه، انت هنا اولا، انت هنا لو انت مش جاي حافظ اللغه، دي اكبر مشكله هتقابلك في العالم في المانيا. تمام دي اللغه. ثانيا بقى يا باشا، انت هنا في المانيا اكبر مساوئ، انت لو انت اتحطيت قدام حد من البلد دي في القانون استحاله هينصروا عليك لو انت غلطان او مش غلطان. يعني انت شايف ان مفيش عداله في المانيا مجرد ان انت تكون اجنبي او الماني؟ هو بيقولوا هنا في المانيا، الالمان بيقول لك انت لو ليك حق هتاخده، بس لازم تصبر عليه، وممكن تصبر تقعد الصبر دوت يوصل ب5 6 7 سنين. 7 سنين عشان تاخد حقك؟ يعني انا بقى لحد دلوقتي، انا بقى 4 سنين قلت لك انا. تمام. انا لحد دلوقتي بشوف ابني الحد الادنى. انا بقول لك الحد الادنى. طب خليني اقول لك حاجه، مع اني انا اكلمك، مع ان انا دفعت 13 يورو عشان اشوف 13000 يورو عشان اشوف خاطر ابن عمار. انت اصلا لما انت مش حابب البلد في المانيا او كاره المانيا بشكل عام، ايه اصلا خلاك تيجي المانيا؟ انا اللي جيت المانيا هنا بسبب لما بدا الكورونا في 2019، كانت ام عمار اصلا بتزن علينا ان انا اجي المانيا. يعني كان مراتك المانيه؟ كنا قاعدين في مصر انا وهي، تمام. كنا عايشين في مصر. تمام. بعد ام عمار طبعا قالت لي تعال نروح المانيا، التكنولوجيا والحضاره والحجاره. تمام. رحنا على المانيا. هنا بصراحه انا جيت اتصدمت، لقيتها هي زي مصر. المستشفيات، في مستشفيات الناس مستنيه على الكراسي، نايمه على الكراسي. يعني شايف ان مستوى التامين الصحي في المانيا نفس يعني اسوأ من مستوى التامين الصحي في مصر؟ لا، هو انا شايف ان انت بتدفع فلوس كتير للتامين الصحي بس مش بتاخد اللي انت عايزه. تمام. يعني انت في مصر لو بتدفع زي ما بتدفع هنا تامين صحي حركه 20% من مرتبك عشان خاطر تبقى تروح مستشفى نظيفه وتلاقي مكان. انت اول حاجه لما بتبقى عندك جلديه او عينيك وجعاك بتاخد ميعاد مع الدكتور بعد 3 شهور 4 شهور. ده هنا في المانيا؟ ده هنا في المانيا. انا معايا ابن عمار عينيه تعبان شويه بقى، خدت ميعاد من الدكتور السنه اللي فاتت في شهر 8. المفروض ان هو يوم الاثنين اللي هو بكره، يعني نشوف من شهر 8 لحد شهر سنه واخد ميعاد من شهر 8 لشهر 8 لشهر 1. شهر 1 بكره الميعاد. شفت ده الدكتور عيون، دكتور الجلديه نفس الموضوع، دكتور العظام نفس الموضوع. انت اخرك يقول لك روح اشرب ميه، بتروح المستشفى تقول انا عيان هيقول لك اي حد في المانيا عارف الكلام ده صدقني. يعني اي حد في المانيا بيروح يقول عليه روح اشرب ميه؟ ايوه لو انت بتخف وبتضطر تخف. انت مش مش قدامك غير كده، بتضطر تخف والله العظيم. طب يعني بتجيب نتيجه اهو. هقول لك على حاجه تاني. حاجه انا بكلمك، انا كنت عايش درس هنا في المانيا، قالوا لي هتدفع عليه 300 يورو عشان تحشي درس. عشان احشي درس. قالوا لي البتاع حشيت الدرس
قلت له مش مهم، دفعت 300 يورو، حشيت الضرس، اتقال لي جارانتي 5 سنين، والله العظيم اتكسر بعد 6 شهور، اتخلع خالص بقى الضرس. طب و3 سنين ما عملش عملك حاجة؟ رحت له قال لي تعالى لي بعد شهرين هنعمل لك فيه، وانا بروح له بعد شهرين. يعني انت شايف ان التامين الصحي بشكل عام في المانيا مش جيد، مش كويس؟ مش جيد، وبتدفع له فلوس انت، رغم ان انت في ادويه لازم تدفع لها فلوس. يعني اسمه المضاد الحيوي ده انت مش بتاخده ببلاش، في حقن مش بتاخدها ببلاش، في حاجات كتير مش بتاخدها ببلاش، يقول لك ادفع فلوس، رغم ان انت دافع 300 يورو. انا واحد من الناس بتخصم مني 377 يورو شهريا. شهرين انا ما بعياش غير مرتين في السنه، يمكن الحمد لله رب العالمين، بس المرتين دول بالكتير برد. يعني انا بتخشوا في السنه انت بتخصم منك. طيب 7 ايه بالنسبه لك تاني من مساوئ الحياه في المانيا؟ من مساوئ الحياه انت عايش لوحدك، انت اساسا لو متربي تربيه نظيفه مش هتعرف تعيش هنا. يعني انت لو ابوك رباك كويس، اي حد ابوه رباك كويس فاهمني، صدقني مش هيعرف يعيش هنا. مش لو انت هتعيش هنا هتحاول تعيش تندمج مع العرب هنا مش كلهم حلوين برضه، ومفيش مصريين حلوين كلهم، بس مش هتعرف تندمج مع ظروف الحياه. اي حد عربي هنا عايز منك مبلغ وقدره، لو انت هتتجوز عربيه او انت تتجوز اوروبيه. ده هنا في مهر برضو كده؟ ايوه طبعا. انا قبل كده كنت هشتبك مع واحده، يعني اشتبك يعني يعني هتجوزها لقيتها عايزه 300 يورو في الشهر وبتاع حاجات زي كده. ده يعني مصروف ولا ايه؟ اه. طب لما انت تمام، خليني اقول لك، يعني لما انت يعني بشكل عام كاره المانيا، ليه ما رجعتش مصر؟ ما انا بقى لما جيت هنا وابني، انا ومراتي وابني، بعد كده انفصلنا اتطلقنا. تمام. بعد كده هي زي ما تقول جالها فوبيا كده، خافت ان انا اخطف الواد، عشان في بقى كانت بتقرا اخبار كتير مصريين خطفوا عيالهم من المانيا ونزلوا مصر والامهات ما شفتهمش تاني. فانا بصراحه ما رضاش اخطف ابني انا من امه، ده استحاله اخطف امه. ده السبب انك قاعد في بصراحه انا قلت ان انا اللي اضحي، افضل قاعد جنبه شويه لحد ما يبقى عنده 15 سنه كده يوعى. ابنك عنده قد ايه دلوقتي؟ عنده 5. يعني لسه 10 سنين. لحد كده ما يعرف بيت جده فين في مصر وهسيبه، مش هكمل انا مش ناوي ان انا اكمل فيه. طيب شايف المانيا بشكل عام فيها عنصريه ولا مفيش عنصريه موجوده في المانيا؟ في عنصريه كتير. انا كنت بقابل عنصريه، انا شخص من الناس كنت بقابل عنصريه في الشغل، كنت بقابل عنصريه في الشتراسن بانك، بقابل عنصريه يعني ده بسبب جنب جيراني، جنسيتك، بسبب ديانتك؟ لا بسبب انا مراعي ظروف الناس اللي في المانيا هنا. الناس اللي في المانيا الناس الكبيره في السن اللي بنت البلد دي، اللي هم دلوقتي في المعاش، على المعاش، الناس دي ما خدوش حقهم. اللي خدوا حقهم يعني الناس دي بعد ما بنوا البلد المفروض كانوا يعيشوا عيشه كويسه، دلوقتي بيلموا ازايز. مين اللي خد حقهم؟ اللي خد حقهم بقى الناس اللي دخلت تشتغل الجديد، كل اللي دخل بقى الاجانب اللي دخلت، اللي هم دخلوا زي الاوكران مثلا 2 مليون واحد بياخدوا فلوس من الدوله ومعاهم شقق. بتتكلم على اللجوء بشكل عام. اللجوء بشكل عام هم ده اللي ضمن اللي خدوا حق اللي خلوا الالمان يتعنصروا بقى، اللي هم خلاص بقى انت جيت اكلت لقمه عيشي وخدت كل حاجه، فانا مش اللي هم بالنسبه لهم عاطل في باطل، حتى انت شغال مش شغال انت اسود. يعني انت شايف ان عنصريه الالمان عنصريه مستحقه او يعني مستحقه؟ ايوه طبعا يا باشا، ده احنا في مصر مش طايقين ال 10 مليون واحد عمالين. لو تسمع الترند ترحيل اللاجئين من مصر، ومصر اصلا تعتبر دوله فقيره، متخيل لما انت تبقى دوله غنيه والناس تيجي تاخد اكل عيشك وانت واقف كده ومش قادر تتكلم. عشان كده عشان يوم 8 واحد عاملين متظاهرات ومفيش حد ينزل شغله بسبب الموضوع ده، بسبب اللجوء. بسبب اللجوء ده سبب من الاسباب، لان ان هم الحقوق بتاعه الرنته اللي هم المعاشات بيلموا ازايز. المعاشات الشباب الناس اللي بنوا المانيا بيلموا ازايز عارف، بيلموا ازايز. انا ممكن ابعت لك فيديوهات كتير. انا جاري بسبب كده عايزين يعملوا مظاهرات عشان يحسنوا وضعهم. عايزين يوقفوا كل حاجه. فيهم بقى ناس طبعا عاملين اضراب عشان خاطر المنسوش مش مكفي. انا ال 1700 يورو ولا 1600 يورو باخدها مش مكفياني انا وابني. 1700 يورو مش كفايه في الشقه والله. طبعا انا مش عايش مع 60 واحد في شقه زي اغلبيه الناس بتيجي اوروبا. انا قاعد لوحدي فاهمني طبعا، ومعايا عيشتي لوحدي الخاصه بتاع انا شيف. بس انا 1700 يورو صدقني دول ما يكفوش واحد وابنه. انت ممكن يكفي واحد عايش مع 20 واحد في شقه فاهمني، وبيدفع 100 يورو ولا 200 يورو ايجار. دول هيكفوه ومقضيها بقى زبادي وجبنه زبادي خلاط وكلام من ده. لكن لو انت عايز تعيش عيشه اللي انت اتربيت عليها وتخلي ابنك ياخد حقوقه، مش هتعرف. طب بتفكر تسيب المانيا وترجع مصر امتى؟ اول ما ابني يقدر يمسك تليفون. اول ما يقدر ايه؟ يمسك تليفون ويبقى المدرسه مثلا يبقى في سنه 5 6 اعدادي 5 6 ابتدائي كده اللي هو فاهمني، يقدر يروح بالمدرسه تليفون. تمام. يعني قصدك لما يكبر. عشان كده عشان انا مش هقدر اكمل. انا لو كملت هنا ممكن انتحر، هوصل لدرجه الانتحار. الدرجه دي مش طايق المانيا؟ والله ما طايق المانيا، والله العظيم مش طايق يا اخوان. يعني لو حد يعني مثلا سالك وبياخد منك نصيحه اللي هو جاي له مثلا فرصه عمل او عيشه او شغل في المانيا، تقول له لا ما يجيش؟ لا يجي دراسه.
انا ما قلتش لاي حد ما تجيش المانيا، بس يجي دراسه، تعالى دراسه عشان الدراسه ليها مستقبل بعدين. لكن هتيجي مثلا مش دارس، لا هتتعذب، مش سهله والله العظيم، في ناس بتتجنن هنا. وخد بالك الحكومه الالمانيه هنا بقى لهم تقريبا 6-7 سنين بيدوا حق، يعني لو انت جيت وعملت مشاغبات هنا بيدوك حقنه يخلوك تمشي في الشارع. حقنه؟ والله لا انا ممكن اصور لك ناس ابعتها لك. انت كل حاجه انت كل حاجه عندك اصل انا عندي في مكتبورج الناس دي كتير بياخدوا حقن. لا بيدوك حقنه كده خليك اللي هو ما تعملش مشاكل، تمشي ما تتكلمش مع حد في الشارع، تبقى قاعد ساكت كده فاهمني، تبقى قاعد ساكت ما تعملش مشاكل. اول ما تعمل خناقتين يروحوا الثالثه تجي لهم يروح كاشينك الحقنه دي يخلوك في فاهمني. او ممكن ابعت لك صور ناس والله كانوا كويسين، والحقنه هي اللي بوظتهم، والحقنه اللي هي سكتتهم خالص بقى. ده كان راي اسامه ان هو شايف ان الحياه في مصر افضل من المانيا بكتير، وان المانيا اللي بيعيش فيها زي ما بيقول بياخد حقن وبيتجنن. مش بياخد حقن، يعني انت عشان تعيش في المانيا هنا فاهمني، اللي هو انت بصراحه يعني لازم يبقى معاك فلوس زي مصر كده. شوف انت في مصر عشان تعيش عيشه كويسه لازم معاك فلوس زي مصر. لازم يبقى انت معاك برضه فلوس، لكن هتيجي هنا تبدا من الصفر، مش هترجع للصفر تاني اساسا، تفضل تحت الصفر. شكرا. عفوا يا باشا، شكرا.